هاي يا أحلى ناس، أنا دينا وهون على قناتي دينا رياكتس. وللمعلومة لقد غيرت اسم القناة من Arab Influencer News إلى دينا رياكتس. في هذه القناة بنضحك بنستغرب وكذلك نقيم إطلالات المشاهير في المناسبات ونتحدث عن أشياء في السوشيال ميديا مثل الترندات والدرامات. وإذا بتحبوا الرياكشنات المجنونة والحكي الصريح بدون فلتر فإنتوا بالمكان الصح. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتجهزوا حالكم لأن الفيديو اليوم نار ومليان مفاجآت. يلا نبلش. فيديو اليوم سيكون عن تقييم إطلالات المشاهير في حفلة حنة شيرين بيوتي. نبدأ بإطلالة العروس شيرين بيوتي بالحنة. اعتمدت زي كردي بلون الأحمر. هذه الإطلالة جذبت الكثير من الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي. الزي الكردي الأحمر على ما أظن أنه من تقاليد الكرد أن العروس تلبس أحمر في ليلة الحنة، وكذلك الزي الكردي الأحمر يبرز جمالها ويعطيها مظهرا أنيقا. الزي الكردي الأحمر يبرز جمالها ويعطيها مظهرا أنيقا. أما المكياج فاعتمدت شيرين مكياجا طبيعيا ومناسبا للإطلالة. لون الشفاه يليق بالزي الأحمر. أما الشعر فشعر شيرين يبدو صحيا ولامعا. التسريحة مناسبة للإطلالة وتبرز جمالها. بشكل عام إطلالة شيرين بيوتي بالحنة بالزي الكردي الأحمر رائعة، وسأقيم إطلالة شيرين بيوتي 10/10. أما عن صدرة بيوتي اعتمدت فستان باللون البيج يليق بشكل كبير على صدرها حيث أعطاها مظهرا ناعما وأنيقا. اللون البيج يعكس جمال وأناقة الفستان الكردي ويبرز جمال بشرة صدرها. ويعتمد نجاح الإطلالة أيضا على كيفية تنسيق المكياج والشعر والإكسسوارات مع الفستان. فيبدو أن سيدرا قد اختارت مكياجا هادئا يبرز من جمال وجهها وتسريحة شعر أنيقة تكمل الفستان، وكذلك اختارت إكسسوارات بعناية. بشكل عام إطلالة سيدرا بيوتي بالفستان الكردي باللون البيج تبدو رائعة ومناسبة للمناسبة. أما عن إطلالة سيدرا فسأقيمها 10/10. أما عن إطلالة نارين بيوتي فاختارت فستان باللون الأبيض يليق بشكل كبير عليها حيث أعطاها مظهرا نقيا وأنيقا. اللون الأبيض يعكس جمال وأناقة الفستان الكردي ويبرز جمال بشرة نارين. أما المكياج سموكي يضيف لمسة درامية إلى إطلالة نارين. يبدو أن المكياج تم اختياره بشكل مناسب لإبراز جمال عينيها وتعزيز مظهرها العام. أما عن الإكسسوارات فقد اختارت إكسسوارات مناسبة للفستان الكردي الأبيض مثل حلقان وصوار، فإن ذلك يعزز من جمال الإطلالة. الإكسسوارات يمكن أن تضيف لمسة فاخرة إلى الإطلالة. أما الشعر فكان منسدلا للوراء يبرز جمال وجه نارين ويعطيها مظهرا أنيقا. يبدو أن تسريحة الشعر تم اختياره بشكل مناسب لإكمال الإطلالة. نعم إطلالة نارين بيوتي بفستان كردي أبيض مع مكياج سموكي وإكسسوارات وشعر منسدل للوراء تبدو رائعة ومناسبة للمناسبة. سأقيم إطلالة نارين 10/10. أما عن بيسان إسماعيل فاختارت فستان كردي باللون الأخضر الفاتح يبدو رائعا على بيسان حيث أعطاها مظهرا منعجا وأنيقا. التصميم الكردي يضيف لمسة جمالية تقليدية إلى الإطلالة. أما الإكسسوارات فاختارت إكسسوارات باللون النقري تضفي لمسة فاخرة إلى الإطلالة. اللون النقري يتناسب بشكل جيد مع اللون الأخضر الفاتح مما يعزز من جمال الإطلالة. أما المكياج سموكي يبدو أنه يضيف عمقا وجمالا إلى عيني بيسان. يبدو أن المكياج تم اختياره بشكل مناسب لإبراز جمال وجهها. الإطلالة تبدو متكاملة ومتناسقة حيث تم اختيار كل عنصر بشكل مناسب لإكمال الصورة العامة. وفي الأخير إطلالة بيسان إسماعيل رائعة ومناسبة تماما للمناسبة. الفستان الكردي الأخضر الفاتح مع إكسسوارات النقر والمكياج سموكي خيارا ممتاز. وأقيم إطلالة بيسان 9/10. عن إطلالة شهد زوجة شيرو كانت رائعة ومميزة حيث اختارت فستانا كرديا برتقاليا يبرز جمالها الطبيعي. اللون البرتقالي يليق بشكل كبير ببشرتها ويعكس جمالها الداخلي. الشعر المنسدل يبرز جمال وجهها ويعطيها مظهرا أنيقا، بينما المكياج سموكي يضيف عمقا وجمالا إلى عينيها. الإكسسوارات تضفي لمسة فاخرة إلى الإطلالة وتتناسب بشكل كبير مع الفستان الكردي البرتقالي. الإطلالة تبدو متكاملة ومتناسقة حيث تم اختيار كل عنصر بشكل مناسب لإكمال الصورة العامة. الفستان الكردي البرتقالي والشعر المنسدل والمكياج سموكي والإكسسوارات يتناسقون بشكل رائع مع بعضهم. أقيم إطلالة شهد 8.5/10. الإطلالة رائعة ومناسبة تماما للمناسبة. أما عن إطلالة شهد مرت خال شيرين بيوتي وابنتها ميرا كانت
كانت رائعة ومميزة، حيث اختارتا إطلالات متكاملة ومتناسقة. شهد تألقت بإطلالة أنيقة تعكس جمالها الطبيعي، بينما ميرا ابتكرت مظهرا جميلا بفستان كردي بلون بيبي بينك مع شعر منسدل. ومظهر ميرا يعكس جمالها البريء، والشعر المنسدل يبرز جمال وجهها. أما عن شهد فاختارت فستان كردي باللون البينك مع إكسسوارات باللون الذهبي وكذلك مكياج سموكي. ظلت الأم وابنتها تبدو متناسقة ومتكاملة، حيث تم اختيار كل عنصر بشكل مناسب لإكمال الصورة العامة. الفستان الكردي البيبي بينك والشعر والحجاب بلون الفستان وكذلك مكياج سموكي والإكسسوارات يتناسبون بشكل رائع مع بعضهم البعض، مما يعكس أناقة وجمال الأم وابنتها. سأقيم إطلالة شهد وابنتها ميرا 9.5/10. كانت هذه بعض من الإطلالات المشاهير في حانة شيرين بيوتي، حيث تألقوا بفساتين كردية أنيقة وإكسسوارات رائعة ومكياج جذاب. كل الإطلالات كانت تعكس جمالا وتنوعا في الاختيارات. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء في الفيديو الجديد نستعرض فيه مزيد من الإطلالات الرائعة التي ستكون في عرس شيرين بيوتي. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.